يحكى انه اليوم في كروش رح تتألم. واحد من اغلى الاطباق على قلبي واللي هو الحسن باشا. تفضلوا مع بعض لنشوف التفاصيل كاملة للحسن باشا كيف بينعمل من طقطق لوقت التقديم. رح ناخذ لنا شوية زيت زيتون على قلب الصينية اللي بدنا نشتغل فيها الأكلة تبعنا، وبعد زيت الزيتون رح انزل بالبصل المقطع. انا هون البصل مستخدمه طرنشات، بامكانكم تستخدموه ناعم، بامكانكم تستخدموه طرنشات. انا بهالمرحله بس بدي ادبل البصل شوي قبل ما انزل بالبندوره فوقيهم. انا هون مستخدم حبتين من البصل كبار ورح انزل فوقيهم بكيلو ونص من البندوره فارمه، فرمه خشنه مانا فرمه ناعمه. وهلا رشة فلفل ورشة ملح على البندورة والبصل، وهلا رح اتركهم على الغاز يتسبكوا شوي مع بعض لبين ما اشتغل باللحم. على اللحمة اللي عنا رح ننزل بالملح والفلفل تبع الأكلة وندعك اللحمة مع بعض قبل ما نكمل شغلنا فيها. وقت انسأل بلال هيك أكلة من وين بتاخد اللحمة لإلها؟ اللحمة لهيك أكلات يا جماعة بناخدها شقفة من الرقبة وشقفة من الكتف وشقفة من الفخذ. اللحمة لحتى تاخدوها صح لهيك أكلات وتشبك معكم مثل العالم والناس بدكم إياها تكون مزبوطة. هلأ مثل مو شايفين هذا حجم قطع اللحمة يلي عندي، وهلأ رح بلش سوي الطابات وحطهم على جنب. مثل مو ملاحظين أكبر من الكباب هندي وأكبر من داود باشا. عندي هون زبدية فيها مي، وعندي كاسة شاي، بس بدي غط كاسة الشاي بقلب المي وبعدين بدي اخذ رسمة فنجان. وهلا هيك قطعة اللحمة بتكون عندي جاهزة لحتى احطها فوق صينية البندورة. هذا الشكل والقوام اللي بدي اياه بالضبط. وهلا بنبلش ننزل قطع اللحم فوق الصينية بهذا الشكل. وهلا الصينية صارت عندي جاهزة لحتى تروح على الفرن، رح حطها بالفرن لحتى تستوي استوى كامل، وبعد هيك بنكمل مع بعض اللي بدنا نعمله. كمالة الدلال لهالأكلة بكل حبة بدنا شوية جبنة أشقوان أو موزاريلا المتوفر بين إيديكم. طبعا لهون لسه ما خلصنا. هلا بطاطا بوريه، بدكم طريقة البطاطا البوريه بإمكانكم ترجعوا على فيديو الروستو تاخدوها من هنيك. بدنا نحط على الوش بطاطا، والجبنة تحت البطاطا شو رح يكون عم يصير فيها؟ عم تدوب الذوبان اللي بشهي. وهلأ صينيتنا على الفرن وش تحمير وبتكون جاهزة. يحكى انه اليوم في كروش رح تتألم. كرشي الصغير فعليا لا يحتمل يا جماعة من قساوة المشهد هذا. شوفوا لي على هالمنظر، يا سلام يا سلام، الدلال بكل معنى الكلمة. وبهيك طبقنا لليوم بيكون صار جاهز. هذا الطبق بكل معنى الكلمة بينعشق، لهيك بتمنى منكم تجربوه وتعطوني رأيكم فيه. وصحتين وألف هنا سلف. سلام.